بسم الله الرحمن الرحيم. العميد أركان حرب محمد حسين طنطاوي، قائد الكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر. الكتيبة 16 كانت من أوائل الكتائب اللي عبرت قناة السويس، بل هي عبرتها في توقيت قبل العبور بدفع عناصر اقتناص الدبابات، وكانت أحد العناصر اللي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية. أنا لو اتكلمت عن المعارك اللي خاضتها الكتيبة مش هقدر، الوقت مش هيسعفني ان انا اقول كل المعارك، لكن انا بقدر الامكان هختار معركة من المعارك وهستشهد هنا بكتاب كتبه الاسرائيليين اسمه كتاب عيد الغفران، وهقول هم قالوا ايه في هذا الكتاب، وبعد كده على الجانب الاخر اللي هو جانب قواتي هقول ايه اللي حصل بالنسبة لقواتي. بيقولوا ايه في الكتاب بتاعهم عن المعركة دهيت؟ على بعد بضعة كيلومترات من القناة كانت ما تزال المعركة دائرة حول المزرعة الصينية. المزرعة الصينية ده موقع من المواقع اللي موجود شرق الإسماعيلية، وعندما حل يوم 16 أكتوبر كانت المعركة ما زالت مستمرة، فقد تعثرت القوة الإسرائيلية التي بدأت منذ 48 ساعة تهاجم الموقع ومنيت بخسائر فادحة، وعندئذ تقرر اللجوء لوحدات المشاة والمظليين للقضاء على التحصينات المضادة للدبابات اللي هي تحصيناتنا احنا. ويروي قائد هذه القوات تفاصيل هذه المعركة فيقول: لقد وضعوا أمامنا خريطة مقياس 1:100,000 وقالوا لنا هناك وحدة بجوار الشاطئ، إن التحصينات التي يملكها العدو المضادة للدبابات تحول بيننا وبين تعزيز قواتنا لمهمتها. مهمتكم إذن هي تطهير هذه التحصينات بأسرع ما يمكن. وعندئذ تقدمت ليلا مع وحدات المظلات حتى بضع مئات من الأمتار صوب الهدف، غير أن وابلا من الرصاص كان في استقبالنا. وهنا قال أحد ضباطهم هم الإسرائيليين يعني: حسن، إن هذا أمر جديد، كيف يمكن أن يكون هناك بين طابورين إسرائيليين وحدة مصرية؟ ولسوء الطالع اصطدم المظليون بمواقع مصرية محصنة مسلحة ب10 مواقع للرشاشات ووحدتي دبابات وفصائل مشاة مزودة بالصواريخ المضادة للدبابات. وعلى مقربة من هذا الموقع كان هناك موقع آخر، ثم ثالث، ثم رابع. وقد احتدمت المعركة طوال ساعات الليل، ولم تتمكن عناصر المظليين من الهجوم أو الانسحاب. وقد استمرت عملية إخلاء الجرحى طوال الليل، كما أن فرق الإغاثة تعرضت بدورها لخسائر فادحة. وعند الفجر كان لابد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قوات المظليين بإرسال قوة مدرعة لإخلاء من تبقى على قيد الحياة. ده اللي كتبوه هم في كتابهم. على الجانب الآخر اللي هو جانبنا، أنا الحقيقة كنت في الأيام دي هي كان ليا 48 ساعة ما كنتش بنام، فالساعة 1 شعرت بالهدوء، فقلت إن أنا هنام شوية ويبقوا صحوني لما يحصل أي حاجة. لم أكد أنام إلا نصف ساعة، الساعة 1:30 فوجئت بمن يوقظني ويقول لي إن إحنا سامعين أزيز لي طائرات هليكوبتر. فخدت الموضوع على إنه موضوع سهل، قلت لهم طيب زودوا المراقبة وبلغوا القيادة الأعلى، واستمريت في محاولة النوم. بعد ساعة، أي حوالي الساعة 2:30، صحوني مرة تانية وقالوا لي إن إحنا شايفين في أجهزة الرؤية الليلية عناصر من القوات الإسرائيلية بتحاول إنها تعبر حقول الألغام اللي موجودة في المواجهة. وعلى الفور صحيت ورحت بصيت في جهاز الرؤية فعلا في مركز القيادة، وأيقنت إن دول عناصر كان أعداد كبيرة من المشاة بتحاول إنها تعبر الثغرة في اتجاه مواقع الكتيبة. اديت أوامر لقادة الوحدات الفرعية، قادة السرايا، إن كل الأسلحة بتاعة الكتيبة والمدفعية والهون وجميع الرشاشات حتى الأسلحة المضادة للطائرات وجهتها في اتجاه الثغرة، وقلت مفيش أي واحد يفتح النيران إلا بطلقة إشارة حمراء مني أنا شخصيا. وقد كان بعد ما اقترب العدو فتحت، اديت طلقة الإشارة وفتحت جميع أسلحة الكتيبة على القوات المظلية للعدو، اللي على أساسها هو ذكر في كتابه إن هم لا قدروا ينسحبوا ولا قدروا يقوموا بالهجوم. وكانت المعركة في طوال 2.5 ساعة إلى أن بدأ النهار. ومن حسن حظ القوات الإسرائيلية أن الضباب
خلى تركيز النيران عليهم في الصباح ما هواش بالكفاءة الكافية، مما أمكنهم من سحب خسائرهم وبعض من تبقى على قيد الحياة. أنا طبعا كنت كل همي في الليلة دهيت إن أنا مرجعش ولا فرد من الأفراد اللي هم جم إلى الموقع. دي معركة من المعارك الكتير اللي خاضتها الكتيبة من يوم العبور من 6 أكتوبر حتى إيقاف إطلاق النيران. هنا إذا حاولت إن أنا أتكلم عن البطولة اللي حصلت فيها البطولات كتير، ولكن يكفي الكتيبة فخرا أن في عملية العبور لم تتكبد الكتيبة أي خسائر إلا شهيد واحد. هذا الشهيد أنا فاكره زي النهاردة، أقول إن اسمه عادل بسطروس. أذكر هنا هو من البطولة اللي حصلت، البطولات الكتير اللي حصلت، أذكر النقيب محمد عبد العزيز الشهيد اللي استشهد على مدفع مضاد للدبابات بعد ما استشهد 2 من طقم هذا المدفع، مما اضطروا بمنتهى الشجاعة ان هو اللي يقعد عن المدفع بنفسه ويستشهد. بيحضرني هنا كمان ان انا مش بس اذكر الشهداء، ففي احياء ابطال كتير. اذكر قائد سرية اسمه عبد العزيز بسيوني، ده لما كانت المعركة معركة الدبابات، هجوم الدبابات يوم 14 احتدمت قدامه، فبقول له عد الدبابات اللي قدامك يا بسيوني. قال لي انا ما عنديش وقت اعدها لان اعداد كبيرة جدا. فانا قلت له طيب كل اللي انا هعمله لك ان انا هعاونك بالمدفعية، ولكن انا مش عايز دبابات تعدي عشان لو عدت هتخترق وهتيجي خلف المواقع بتاعتنا طوقنا. فكان رده قال لي ما تخافش يا فندم، لن تعبر دبابة من خلفي إلا على جثتي أنا وجثة 100 واحد معايا. دي أحد قصص البطولة الكتيرة اللي حصلت من أفراد كتير في الكتيبة 16